في امراض كتير قوي السمنه هي اللي بتسببها، واحنا ما كناش فاهمين الكلام زي ده ايه كده يا يعني. دكتور؟ اولها السكر، مرض السكر. السمنه اللي انت بتبقى شايفها بره على العيان دي هي مش بره بس، يعني هو داخلية كمان. مش وزن زياده، هو داخلي كمان. الدهون اللي بتترسب جوه تترسب على الشرايين جوه وعلى الاجهزه المهمه في الجسم، فبتاثر على كل حاجه. اما بتترسب على الشرايين بتاعه البنكرياس، وبالتالي كميه الانسولين اللي طالعه بتقل، وبالتالي المريض يبتدي يعاني من السكر اللي هو تايب 2، اللي هو النوع الثاني من السكر، مش النوع الاول اللي الاولاد بيبتدوا بيه وهم صغيرين يعني. فاكتشفنا ان النوع الثاني من السكر بيجي بسبب السمنه. السمنه الدهون دي كمان بتترسب على الجهاز التنفسي، فتعمل صعوبه في التنفس، تعمل مرض النوم. الناس لما وزنها بيزيد كسل. قوي بيعمل كسل، بيعمل نوم فعلا. يعني انت ممكن لما تبقى قاعد مع واحد وزنه كبير قوي وانتوا قاعدين بتتكلموا مع بعض كده، لو سهيت عنه شويه ينام. ممكن ينام يروح من النوم، يروح في النوم منك خالص وبعدين يصحى تاني. حتى في ناس بره، يعني احنا عندنا في مصر الموضوع ده ما بنهتمش بيه قوي، لكن في ناس بره بيمنعوهم من السواقه، بيسحبوا منهم رخصه السواقه، لان هم للدرجة دي إن للدرجه ممكن دي بالظبط حد عنده سمنة يتمنع من السواقة. ممكن يتمنع من السواقه خالص. والاسهل من كده الشخير اثناء النوم وصعوبه التنفس، مرض النوم، نسبة كوليسترول في الدم. بالظبط. حاجات تانية بقى، الكوليسترول بيعلى، الشرايين برضو لما بيترسب عليها الدهون دي يبتدي ضغط الدم يزيد، لأن الشريان ده أنبوبة ماشي فيها الدم، لما تضيق يبتدي الضغط اللي جواها يعلى، وبالتالي يبتدي المريض يعاني من ضغط الدم المرتفع. الكبد. أثر على الكبد، دي أهم حاجة دلوقتي، دي يعني اللي بقى لها 7-8 سنين هو ده الشغل الشاغل لكل أبحاث السمنة. ان الدهون الكبد ما كناش بنعتبرها مرض، لكن اكتشفنا انها بتعمل بطء في التمثيل الغذائي جوه الكبد، بتوصل لانها توصل المريض لتليف كبدي وفشل كبدي تماما. فكل الحاجات دي بقت غير بقى الحاجات الظاهره لكل الناس، مشاكل العظام، بيبقى عندي مشاكل في الركب بتاعتي، بيبقى عندي مشاكل في فقرات الظهر، الفقرات القطنيه والفقرات العنقيه. يعني الحقيقه السمنه ما بتسيبش حاجه في جسمك. وفي حاجه مهمه جدا كمان، شرايين القلب دي انابيب رفيعه جدا جدا، صغيره خالص، فدي ما تستحملش ان يترسب فيها، يحصل انسداد. ان يبتدي يحصل انسداد، يبتدي يحصل قصور في عضله القلب، ويبتدي المريض يبقى محتاج ان هو يعمل جراحات قلب مفتوح او يعمل دعامات او كل الكلام ده. اكتشفنا ان هو بينتهي بمجرد ان انت تعالج السمنه